لكم جميع المشاهدين الاعزاء. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما تتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. هذه القصه اللي غادي نحكيها لكم صعيبه واقعيه، اللي شاهدتها قدامي ليست من الخيال بل هي واقعيه. تجمع ما بين الخيانه الزوجيه وما بين الثقه اللي انعدمت في هذا المجتمع ديالنا. صعيبه البنات باش تلقى الراجل المناسب اللي غادي يصونك واللي غادي تبني معاه اسره، والراجل كذلك حتى هو تيصيب انه صعيب باش يلقى المراه اللي غادي تحافظ له على الشرف ديالو وعلى الكرامه ديالو. تكملوا الفيديو حتى النهايه باش تعرفوا شنو وقع. القصه هذه واقعيه ديال واحد الزوجه، هي وراجلها اللي كانوا تعيشوا حياه سعيده وتزوجوا عن حب وباقين صغار، وتخرجوا بجويجات ويدخلوا بجويجات تبارك الله عليهم. رزقهم ربي بنيته وليد وتقريوهم في الروض وعايشين واحد الحياه زويونه تبارك الله عليهم. كنا هكذا في الحومه تنعرفوهم مزيان، الناس كلهم تيشهدوا بان هاد الراجل وهاد المراه مثاليين وعندهم اسره وعندهم الحس ديال الزوجيه اللي كل شيء تيتمناها. عندهم جوج وليدات بنيته وليد، وكانوا هاد البنيته وليد كانوا تيقريوهم في واحد الروض اللي كان عندنا كون في هذا في الحومه. اللي عنده شي وليداتو تما في الحومه تيقريهم في ديك الروض هذاك. علاش؟ لان في ديك الروض كاينه واحد المعلمه ظريفه، بنيته محتجبه ظريفه، عندها اخلاق، تتهضر مع الناس مزيان، تتهضر معهم باداب. يعني كل شيء تيتمنى ان يقري وليداتو في ديك الروض، بالخصوص ان هذا الروض قريب للدار. هاد السيده هي وراجلها كانوا تيقريو بنيته وليدهم تما، بحكم انهم متقاربين في السن ديك البنيته والوليد. دارت الايام، المراه غير جالسه في الدار ما تتخدمش، الراجل تيخدم. يعني هي تتنوض في الصباح تدي وليداتها للروض، تتقول له بعض المرات ملي تكون جاي من الخدمه انت جيبهم دوز للروض وجيبهم. دارت الايام تصاحبات هاد الزوجه هذه، تصاحبات مع موله الروض. ديك موله الروض رجعت صديقه ديالها، ما عرفاش بان هاد الصداقه هذه هي اللي غتخرب عليها الحياه ديالها، هي اللي غتخرب لها بيتها، هي اللي غتخرب لها الحياه الزوجيه ديالها. خداتها كصديقه يعني مقربه، بقات تمشي عندها وتجي عندها، والاخرى تجي عندها للدار ويخرجوا بجوج ويندمجوا بجوج. حتى انها كانت على صداقه مع الراجل حتى هو، وتيقول لها ديك ظريفه ديك المعلمه وتتقبلني مزيان وتتهلا لي في وليداتي. وهي قالت له والله الا ظريفه، كلشي تيبغيها في الحومه، كلشي تيتشكر بها. مشات ايام وجات ايام. كان بنهار الجمعه ناضت السيده تتخمل دارها وتتصوب دارها، هذه مي الوليدات. جا عندها الراجل بكري قال لها شوفي حطي ديك الشغل من يديك، ما طيبي ما تعجني. دابا راه الوالده راها مريضه، دابا سيري لبسي الوليدات وسيري طلعي عليها انت والوليدات، ولكن ما تجيش تنجي انا موراك. قالت له كيفاش مريضه؟ قال لها مريضه راه عيطات لي في التليفون وانا راني خدام، ما يمكنليش انا نجي عندها الخدمه، نجي عندها من الخدمه دابا ونسمح في الخدمه ديالي. قالت له ماشي مشكل، انا نمشي نشوفها ماشي مشكل، بالخصوص اليوم الجمعه نمشي نتغافر معاها ونجلس معاهم شويه تتجي مورايا ونرجعوا كاملين. قال لها صافي. الوالده ديالو كانت ساكنه بعيده شويه، يعني الا بغاو يمشيو عندها يمشيو عندها بالطاكسي ولا بالطوبيس، يعني ما كانش معاهم في نفس الحومه. ناضت المراه لبسات لوليداتها توجهات لمحطه الطوبيس، هي واقفه في محطه الطوبيس تتعين الطوبيس يجي، وهي تلقى بلوستها اللي هي اخت راجلها. اهلا لاباس شخباركم لاباس عليك؟ كي دارت الوالده؟ قالت لها واه انا عاد لقيتيني هابطه عندها نشوفها. قال لي خوك بان راه مو مريضه، هاني هابطه عندها نشوفها. قالت لها ما مريضه ما والو، انا راني جايه عندكم حتى انا نتغدى والوالده ديالي غتخلط عليا مشات تقضي غير شي شغال وغتركب الطاكسي وتجي عندنا. قالت لها اييه، قالت لها واذا ما كاين لاش نتعذبوا، يلا نتغداو كاملين في الدار
ودغيا دغيا نوجدو شي قصيعة تكسو نجمعو عليها. المهم فرحات الزوجة مسكينة فرحات، قالت لها اختو يلا نمشيو بعدا عند البقال نشريو شي ديسير ولا نشريو شي حاجه ندخلوها في يدينا، شحال هادي ما جينا عندكم. قالت لها واخا مرحبا. مشاو شراو شي حاجه، شراو اللي غادي يحتاجو. تعطلوا شي شويه، دازو عند الجزار. هما راجعين دخلوا للدار. باش يدخلوا للدار حلات الباب. لقات الساروت من الداخل مشدود. بقات تحاول مع الباب غير بشويه، دخلات. هي دخلات للدار وبحكم بيت النعاس عندها شويه في الدار غارق جاي جهه لاكور، تتلقى بيت النعاس مشدود. والحله اللي حلاتو هكذا تتلقى راجلها في علاقه جنسيه غراميه محرمه، علاقه زينه. الصدمه كانت قويه على مراتو مسكينه، بقات غير تشوف. ضربات في وجهها غير ضربه وحده وبقات غير تشوف. بقات غير تبكي غير تشوف هكا مبهوضه. هو بقوت اللي حشم وشاف اختو حتى هي واقفه، قبط حنا راسو، قبط وخرج تيجري. السيده اللي كانت معاه ما تصدقونيش شكون هي المعلمه ديال الروض اللي كانوا تيقريو عندها وليداتو. بقات غير تشوف، تتقول لها كيفاش معاك نتيا، ما نطيقش انك انت ديري هذا الشيء هذا. دخلتك لداري ودرت فيك الثقه وحسبتك بحال اختي وانت متدينه وانت بنت الناس، ما نويتش انك ديري هذا الشيء فيا. بقات غير تشوف الاخرى غير تشوف فيها وتتبكي وتتقول لها سمحي لي سمحي لي سمحي لي. قبضاتها بقات عليها بالعصا، عطاتها سلخه د العصا وقالت لها نوضي خرجي عليا، الانتقام اللي غننتقم منك وهي تخرجي عريانه قدام الناس. هذا هو الانتقام، لانك عندك جوج وجوه. باش نكشف على الوجه الحقيقي ديالك قدام الناس اللي ما عارفينك شنو تتسوي، باش عمرك ما تمشي مع الرجال ديال العيالات مجوجين. دمرتي لي حياتي وانا كنت حاسبك بحال اختي، دمرتي لي العلاقه ديالي معك. عمري ما كنت تنوي ان وحده بحالك دير هاد الفعله هادي. وبقات تتبصق عليها ونعط الله وعليك، وبقات تضربها وبقات تبصق عليها. والاخرى خارجه تتغوت، وها هي دمرت حياتها ودمرت العمل ديالها. كان ديك الروض هو مصدر الرزق ديالها. ودمرت الصوره ديال البنات، لان ما كانت ما مزوجه ما والو، كانت بنت. ودمرت الصوره ديال البنات. الخطأ ديالها هو انها عشقات راجل مزوج وما احترماتش ديك العلاقة مع السيدة اللي اتخذتها صديقة وثقت فيها ودخلتها لدارها. أما الخطأ ديال الزوجة المسكينة هي أنها ثقت براجلها وعطاتو الأمان وهذا، واتخذت هاد السيدة مولاة الروض اتخذتها كأخت وكصديقة وعطات لراجلها الأمان. بحيث أنها ثقت به، قال لها سيري عند الوالدة شوفيها، يعني هي أدت غير الواجب ديالها. وبالنية ديالها وبالأمانة اللي فيها. ربي كشف لها راجلها على الحقيقة ديالو. كانت ماشية تشوف امه، فإذا بها تتلقى لوستها وعجوزتها هما اللي جايين عندهم ضياف. يعني ربي بغى يكشف لها الحقيقة ديال ديك الزوج الغدار. والخطأ ديال الزوج هو أنه خان العهد ديال الزوجية، خان وليداته وخانها مع أقرب الناس إليها. يعني ما مشاش حتى مع شي مرة بعيدة، مشى لأقرب الناس إليها اللي اتخذتها حتى هي أخت وصديقة. وهكذا تتنتهي القصة ديالنا. تنتمناها أنها تكون قصة وعبرة وموعظة لجميع البنات. وأن النزوة راها غير عابرة. النزوة هي لحظة اللي تتقضي على مولاها، ديما بالضياع ديما بالضرر ديما بالأمراض ديما بالحبس ديما بالفقر. الإنسان خصو يتملك نفسه وينعى الشيطان ويتقي الله. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلى هنا تنتهي هذه القصة هذه. تنتمنى أنها تكون
رقت الإعجاب ديالكم، لأن قصة واقعية. وأنا راني علاش درت منها فيديو باش نعاودها لكم، باش كل وحدة أنها تاخد الحذر ديالها، ما تبقاش تثق بزاف، ما تبقاش تثق بزاف، يعني من جميع النواحي ما تثقش بزاف. الثقة كاينة في اختك، كاينة في امك، كاينة في خوتك. من هذا المنبر تنقول لكم السلام عليكم، والله يحفظكم، والله يستر جميع الوليات، والله يهدي الرجال على الازواج ديالهم. وهاد العلاقه الغير شرعيه، هاد العلاقه المحرمه دمرت هاد الاسره مسكينه، وتشتت لهم العش ديالهم، وكل واحد مشى لجيه بسبب ديال هاد النزوه العابره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما نقدر نقوله. وإلى هنا أستودعكم الله الذي لا حول ولا قوة إلا به. والله ينعل الشيطان، ويا ربي تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويا ربي تخرجنا من هذه الدنيا بلا ذنوب وتعطينا حسن الخاتمة. وبسلامة عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. وما تنساونيش تنتوما من البصمة ديالكم ومن ديك التعليقات المحفزة اللي تتشجعني نزيدكم قصص ومأكولات لذيذة طيبة. وشكرا على المتابعة، وبسلامة عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. مع عالم سمية ترحب بكم دائما في القناة ديالها. سلام عليكم.